عبد الله السعيد يثير غضب الأهلي مجددا ويختار مرشحه لجائزة ذا بيست. أكد عبد الله السعيد لاعب فريق أهلي جدة إنه لو عاد به الزمن سيتخذ نفس قراراته، وذلك في إشارة توقيعه للزمالك ورفض التجديد لفريق النادي الأهلي. وكان عبد الله السعيد قد رفض تجديد تعاقده مع الأهلي لعدم تلبية مطالبه المادية، ووقع على عقود انتقاله للزمالك قبل أن يتراجع في قراره ويعلن عن استمراره مع الفريق الأحمر. وبعدها قرر مجلس إدارة الأهلي تجميده وعرضه للإعارة أو البيع، ثم انتقل إلى كوبس الفنلندي على سبيل الإعارة قبل إتمام انضمامه إلى أهلي جدة. عبد الله السعيد والرحيل عن الأهلي. وتحدث عبد الله السعيد لبرنامج مساء بيراميدز عبر قناة بيراميدز قائلا: لو عاد بي الزمن سأتخذ نفس قراراتي. وواصل: أنا ألعب الكرة كمهنة، وأؤكد أني في كل مكان لعبت فيه بذلت أقصى ما عندي من جهد. وشدد: لم ألعب يوما ما من أجل شهرتي أو أتحلى بالأنانية، دائما كنت أنظر لمصلحة الفريق وكنت أتحلى بالإيجابية تجاهه. وتابع السعيد: طلبت بعض الأمور ولم يتم الاستجابة لها، وأصبح من حقي البحث عن مصلحتي في مكان آخر، فهذا هو عملي، ولكنني لم أتمرض يوما ما أو أفتعل أي أزمة. وأردف: هذا حق أسرتي علي، فأنا ألعب الكرة من أجل الاستفادة ماديا ومعنويا بشكل جيد، وهذا لا يعيبني في أي شيء ولا يقلل مني. وأكمل: لا أحتاج للتبرير لأي شخص، فأنا لم أرتكب أي شيء خاطئ ولم أقصر مع الإسماعيلي أو الأهلية. السعيد لا يتابع الأهلية. وعندما سئل عما إذا كان يتابع مباريات الأهلي في الوقت الحالي أجاب: أنا لا أتابع مباريات الأهلي المصري حاليا. وأردف: حتى في تواجدي مع الفريق لم أكن أتابع مبارياته أو أشاهد مبارياتي بشكل شخصي. وأضاف: أنا لو في مكان ووجدت مباراة من الوارد أن أشاهدها، لذا لا أستطيع تقييم الأهلي حاليا، وأنا لاعب كورة ليس من مهمي تقييم أي شيء. قبل أن يستدرك: أنا لا أتحدث عن الأهلي بشكل خاص، ولكن أتحدث عن المباريات بشكل عام. وقاطعه مقدم البرنامج مدحت شلبي قائلا: لكن أنا أسألك عن الأهلي. وقال السعيد: كما قلت لك لا أتابع مباريات الأهلي، حتى المباريات الأوروبية لا أشاهدها، فأنا أريد فصل نفسي عن أجواء الكرة بعد التدريب واللقاءات. وأتمنى لست ذلك الشخص الذي ينتظر مباريات بعينها إن جاءت أمامي ربما أشاهدها، والأمر ذاته ينطبق على اللقاءات الأوروبية. عبد الله السعيد يتحدث عن محمد صلاح. كما أوضح عبد الله السعيد أنه لا يغضب من تسمية منتخب مصر بمنتخب محمد صلاح، وقال: محمد صلاح حقق الكثير من النجاحات وفاز بألقاب فردية كثيرة. وأضاف: لا نغضب من مقولة منتخب محمد صلاح. وواصل: كل اللاعبين سعداء بما حققه ويتمنون له التوفيق في المرحلة المقبلة. وأكد اللاعب: صلاح صديقي وكل اللاعبين يتمنون سعادتي، لكن لا يتدخل أحد في خصوصيات الآخر لأن الاهتمامات مختلفة. وتابع: صداقتي مع لاعبي المنتخب شيء وتدخلهم في قراراتي شيء آخر، كل شخص يتخذ قراره من وجهة نظره، لأن لكل لاعب تفكيره الخاص، لكن الجميع يحرص على الاطمئنان على الآخر. وأتم صاحب 33 عاما تصريحاته نافيا تكليف صلاح بعض الوكلاء للبحث عن عرض إنجليزي له قائلا: سمعت معلومات كثيرة خاطئة، لم يحدث أنه بحث لي عن عرض إنجليزي كما قيل قبل كأس العالم. عبد الله السعيد يكشف المرشح المفضل لجائزة ذا بيست. وعندما سئل عن ترشيح صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم مع ثنائي كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، قال لاعب الأهلي السابق: كلنا نتمنى فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم، لكن مودريتش الأقرب بسبب ما حققه من بطولات مع النادي وما قدمه مع المنتخب في كأس العالم. عبد الله السعيد يدافع عن أدائه في المونديال. كما تطرق السعيد إلى الحديث عن أدائه في بطولة كأس العالم في روسيا مع منتخب مصر،
حيث تعرض لبعض الانتقادات ورأى الكثيرون أنه لم يقدم المستوى المطلوب منه، وربما جاء ذلك بسبب أزمته مع الأهلي والزمالك. ولكن السعيد نفى ذلك الأمر قائلا: لم يتأثر أدائي في كأس العالم، أمتلك من الخبرة والشخصية ما يؤهلني للفصل بين خارج وداخل الملعب. وأوضح: طالما نزلت إلى الملعب فلن أشغل بالي بأي أمر، أبذل أقصى ما عندي للمنتخب. نعم، لم نقدم النتائج المطلوبة، لكني بذلت قصارى جهدي ولم يتأثر أدائي، ولا أشعر أنني أخطأت في شيء. السعيد يدافع عن كوبر وطريقته الدفاعية. كما دافع عبد الله السعيد عن المدرب هيكتور كوبر الذي رحل عن منتخب مصر بعد نهائيات مونديال روسيا والخروج من دور المجموعات بلا نقاط. وقال عبد الله في تصريحاته التلفزيونية: طريقة كوبر الدفاعية كانت وراء تأهلنا للمونديال، لقد عمل بشكل جيد مع منتخب مصر. رحيل كوبر عن منتخب مصر لا يعني فشله. وأوضح: الجميع كان مقتنعا بفكر كوبر، فقد كان يختار اللاعبين الأنسب لتنفيذ طريقته. كل مدرب له وجهة نظر لا بد أن ينفذها الفريق ككل، بغض النظر عن اقتناع اللاعب أو عدمه. يذكر أن المكسيكي خافير أجيري قيادة منتخب مصر خلفا لكوبر الذي تولى قيادة منتخب أوزبكستان. وستكون أول مباراة رسمية للفراعنة تحت قيادة أجيري أمام منتخب النيجر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2019. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap thrills. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap thrills.